بداية السيد الوزير، وبكامل الشفافية والصراحة، أريد أن أبدأ مداخلتي برجاء، وهو أن يكون السيد بن طالب فيصل الوزير أكثر احتراما وتقديرا للنواب من السيد فيصل بن طالب مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي راسلته منذ 13 ديسمبر إلى اليوم، وكان يقرأ الرسائل ولا يجيب على أسئلة تقنية. نعم، أسئلة تقنية توجه بها إلي مواطنين وظنوا بأن النائب عنده حق وعنده قيمة عند مدير تنفيذي، لما يسألوا سؤال تقني يجاوبوا. للأسف هذا هو الحال. كتبت لك تهنئة كذلك نصيا وقلت لك هذا الكلام، حتى في التهنئة قلت لك جاسبيغ كو لو مينيستر يكون أحسن من لو دي جي في احترام النواب، وللأسف ما رديتش كذلك. لذلك سيد الوزير، اليوم أحملك المسؤولية الكاملة لنتائج عدم تغيير هذه السلوكيات المسيئة إلى مؤسسات الدولة. لازم نحترم الدولة الجزائرية. ما ترجعش علي يا سيد الوزير، الآن لازم تسمع النائب، ما تردش، ما عندكش حق ترد هنا، بعد ترد عليا كي تجي الدور تاعك. احترم النائب، الله يجازيك. سيد النائب، وكوني سيد النائب دير التدخل نتاعك. سي الوزير راه عندنا لازم ترجع لي الوقت. سي النائب باحترام، بارك الله. نعم انا احترم، لكن انا شفاف وصريح، وهذا واش تعلمت 35 سنه خدمت مع مارتين اوبغي بالاحترام، نبقاو دائما محترمين. كوني نائب عن الجاليه السيد الوزير، ثق باني لن اطلب منك اي خدمه لشخصي ولا حتى الحراقه اللي ما يحتاجوش باش يرومبورسي لهم السكانر ويرومبورسيو لهم لا فيزيت ميديكال، لأنه الناس وصلوا لمستوى من الإبداع أنهم يحموا حتى الناس اللي ما همش في وضعية قانونية ويعطوهم حق الرومبورسمون 100%. لذلك كوني نائب وكونك وزير في الحكومة يستدعي أن أذكرك أنك ملزم باحترام نواب الشعب مرة أخرى، واتصالي بك لم ولن يكون أبدا لمصلحة شخصية، لا لنفسي ولا لأولادي ولا للجالية.